عرض نتمنى انه يكون شيق ويكون جيد للاعبات المنتخب الوطني المغربي. وقعت الملعب المنتخب الوطني المغربي غادي يبدا الخطوات ديالو بثقه كبيره وبطموح كبير يضم كل من ضم سيكي. نستمع مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات لعزف النشيد الوطني لكينيا. حماس كبير تابعنا من خلال الصور الماضيه اللي غادي يخلي اللاعبات المنتخب الوطني المغربي انه يقدموا المسار امام المنتخب السنغالي، وهذه المباريات في دور بامكانه انه يكون كبير، وبالتالي بامكاننا ايضا اننا يشرف على هذه المقابله. قبل ذلك هناك طنجة وايضا في الدنمارك وايضا تركيا، هناك لاعبتين في تنزانيا لاعبات متالقات رفقه فريق الجيش الملكي. كره اذا وانطلاقه مغربيه، ننطلق كتجي التمرير عن طريق كوثر الزراف، كتمشي الجهه اليسرى، محاوله ديال الجريدي ودخول داخل منطقه الجزاء، مراوغه ممتازه، بحث عن تسديد فرصه ديال التسديد ديال الهدف الاول، تسديده فوق المرمى. اول محاوله المنتخب الوطني المغربي النسوي، نظرا التجربه، نظرا الاكاديميه، نظرا الاهتمام منذ سنوات، وملي كنتكلموا بهذا الشكل محاوله صعيبه كترتطم بالعارضه الافقيه. اول واقصى ب5 ديال الاهداف، كيرفع المعنويات اكثر. زينب الردواني تسديده ممتازه، تسديده جميله صوب المرمى خارج رقعه الملعب، كتمشي للركنيه من زاويه اخرى، تسديده مباشره صوب المرمى تقريبا الزاويه 90. مهمه اختراق، مرور ممتاز، رفع الكره الان، رفع الكره داخل منطقه الجزاء، ولا تزال الخطوره. كره الهدف يضيع الهدف. فعاليه، لاحظوا الاستلال السودي والتمريره العرضيه الجانبيه، بعد ذلك كتجي فرصه مهيئه لأزراوي التعامل مع هذه الكره في العمق. ازراف كترفع كره داخل منطقه الجزاء، بعدها رأسيه جميله ومن ابعاد الخطر. نهيله بنزينه برأسيه كادت ان تستثمر هذه التغيير كل حنا كنشوفوا هنا محاوله من جانب من شريدي، تسديده ممتازه صوب الحارسه. نشوفوا هذه التسديده اللي مشات بهذه الكيفيه ولمست العارضه الافقيه، واللي كانت من تمريره في العمق، محاوله ممتازه. ساكنه أزراوي كتنطلق، دخول داخل منطقه الجزاء، تسديده، هدف اول للمنتخب الوطني المغربي، اول هدف في كاس الامم للاعبه ساكنه التمويه الجسدي. بعد ذلك خلت ان الكره تمشي للامام، تسديده ساكنه أزراوي تسدد، والهدف الاول هذه الكرات في عالم كره القدم للسيدات. وهذه لصالح المنتخب الكيني، صعيبه، محاوله صعيبه، فرصه للمنتخب الكيني. كانت لاعبه سابقه وانتقلت للتدريب، لانه كانت اعتقد في سبتمبر 2023 الاسباني. هذه اللاعبه رفقه الوطني المغربي كوثر ازراف، الاستعداد للتعامل مع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، راسيه من سكينه، هدف، والهدف الثاني في اللقاء، هدف ثاني في اللقاء، وياتي الهدف هذه المرفقه، هذه مريم عتيق، وراسيه مستقرة في الشباك. شوف هدف بالعرض، كرة دخلت بالعرض البطيء، تبعتها جهة تعطينا العصبة الاحترافية لكرة القدم. كرة تنفذ، عملية هجومية بهذه الكيفية من سكينة من أزراوي، تعود مرة أخرى تمريرة من حنان الحاج، رأسية بديعة، جول جميل. بل إن اللاعبات لاعبة فيفيان ماساكا، شوف هنا التمريره في غياب التسلل اطلاقا، وراسيه بديعه مباشره. ثالث الاهداف المغربيه في بدايه موفقه، في اداء موفق، في عمل جماعي. رجعت المنتخب الوطني المغربي عن طريق سناء مسودي، لاحظوا كيفاش غيرت المكان ديالها، مرور جميل امام جوج لاعبات، تمريره عرضيه، فرصه هدف رابع، ولكن كتضيع الانطلاقه. هنا التمريره العرضيه، هنا الراسيه. مسودي الان كتنطلق في الجهه اليسرى، محاوله ديال مسودي، اختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه ديال مسودي لتسجيل. زينب الردواني، مسودي كم يمكن ان تسدد الان، ولكن هي اختارت التمريره العرضيه غير محدوده. كره للمنتخب الوطني المغربي، تسديده ممتازه في العمق، محاوله لاتمام هذه الكره، ضاعت حجبه مرتده عن طريق اللاعبه تيريسا اوبونيو، تسديده مباشره صوب خديجه رميش، ما شفناش كثير. فينسنتيا اميدومي على نهايه احداث الشوط الاول بنتيجه كره تنفذ داخل منطقه الجزاء، فرصه جميله، الهدف الرابع، بدايه موفقه، تمريره عرضيه ابتسام جريدي كتمكن من وضع الكره في الشباك. لاحظوا تمريره العرضيه داخل منطقه الجزاء، ابتسام جريدي ما ضيعتش الفرصه، الرجل ديالها كتمكن من لمس الكره، كتحول المسار. الاسباني مرابط ياسمين تلعب هذه كره مباشره الى خارج رقعه الملعب، لمست، يحاول ما امكن ان يعطي 10 سنه. بعد ذلك قاد المنتخب الاسباني الاول سيدات من 2015 2023 كره تلعبات بهذا الشكل. نتابعوا سكينه أزراوي، التمريره العرضيه ومحاوله ديال ابتسام جريدي باش انها توصل للكره. سعيد ترفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، محاوله من جديد، براس عادت لسودي، اختراق، ولو انها اخذت زاويه صعبه، هناك سقوط داخل منطقه الجزاء امام انظار الحكم من طوغو. مسودي محاوله ديال المرور، لاحظوا اعتبرت الحكمه هذه مكاتفه. اندفاع من سكينه أزراوي الان داخل منطقه الجزاء، فرصه يجب استثمارها، سقوط